السلام عليكم يا بنات، ازيكم؟ النهارده كوفي توك. هاتي بقى حاجه تشربيها او تاكليها في الجو التلج اللي احنا فيه ده. انا تقريبا هفضل ماسكه المج ده في ايديا طول الوقت، مش عشان اشربه بس عشان يدفيني. قلت لكم في الفيديو اللي فات ان انا هقوم اكل وارجع لكم علشان نتكلم مع بعض شويه في كام نقطه كده اتعلمتها في حياتي فعلا في الفتره الاخيره. يعني دي مش مجرد بقى شعارات او حاجات، لا. واول حاجه انه لما تتاذي او حد ياذيكي، الاذى ده مش لازم يسبب لك ضرر في حياتك، بالعكس هو ممكن يسبب لك نفع اصلا. لو تفتكروا انا في شهر 12 حد يعني اذاني نفسيا شويه، وكانت النتيجه ان انا حولت الاذى لضرر. احنا فعلا اللي بناخد القرار انه الاذى يتحول ضرر ولا يتحول نفع. لان انا لما اتاذيت في الفتره دي من حياتي قللت قوي قوي اليوتيوب فيديوز، تقريبا اختفيت تماما من على انستجرام، رفضت شغل كتير جدا جدا، فبالتالي وقفت حياتي وشغلي وخسرت فلوس كمان. وخسرت كمان انه في بعض البراندز لما اشتغلت معاهم ورفضت الشغل اخدوا عني فكره ان انا شخص غير ملتزم، فبالتالي انا حولت الاذى لضرر، بعكس لو كنت حولته لنفع. يعني بعد ما اتاذيت واتكسرت، لا، قمت اقوى، اخدت بالي من نفسي، اخدت بالي من جسمي، اخدت بالي من شغلي، نجحت في شغلي لان انا كان جايلي شغل كتير قوي قوي في الشهر ده. فكان ممكن احول الاذى ده لتحدي ان انا اكون احسن واقوى واشغل نفسي بشغلي، بدل ما شغلت نفسي ان انا افضل مكتئبه وسايبه حياتي تبوظ قدام عينيا. اوعي ابدا ابدا تفتكري ان كل حد هيأذيكي بالضروره ان هو لازم يضرك، بالعكس انت ممكن لما تتأذي يكون ده درس ليكي ان انت تكوني اقوى واحسن، فانت كده حولت الاذى لنفع مش لضرر. تاني حاجه وبجد حاجه ريحتني جدا 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 لما عملتها، انه نستنضف الناس اللي نزعل عليها واللي نزعل معاها. مش كل حد يا جماعه هيضايقنا في حياتنا هنزعل عليه، مش كل حد هنخسره هنزعل عليه. بجد والله العظيم انا لما بصيت كده لحد مثلا خرج من حياتي، قعدت اقول لنفسي هو انت قيمتك تزعلي على شخص زي ده؟ هو اساسا بتكون الناس مستغربه ان انت مثلا دخلتي الناس دي دايره حياتك، فانت ازاي تزعلي عليهم وازاي توقفي حياتك عليهم؟ بجد الموضوع ده لما طبقته ما بقتش ابدا ابدا ازعل. اللي يقول لي كلمه تضايقني ببص لقيمه البني ادم، هو اصلا مين ده عشان يضايقني؟ يعني مثلا لو حد قال لي كلمه تضايق او تجرح، ببص لها هل الكلمه دي حقيقيه؟ هل الكلمه دي تليق عليا؟ هل تليق بمقامي مثلا؟ لازم بجد تكوني فاهمه قيمتك كويس جدا جدا، عشان مش كل كلمه تهزك وتضايقك وتكسرك. لما حد يقول لك كلمه بص لها هي الكلمه لايقه عليا؟ الكلمه اصلا مش لايقه عليا، فبالتالي هزعل ليه ولا هتضايق ليه؟ فاستنضفي اللي تزعلي معاهم واللي تزعلي عليهم. مش كل حد عمل معاكي مشكله او خسرتيه او طلع بره حياتك تزعلي عليه. زي ما المفروض بنستنضف الناس اللي تدخل حياتنا، المفروض ان احنا كمان نستنضف الناس اللي احنا بنزعل عليهم. وتالت حاجه ودي اتعلمتها من خلال درسين في الحياه. الدرس لما رحت سيوه، انتوا عارفين انا كنت في سيوه تقريبا من اسبوعين، وكمان الحادثه الاخيره بتاعه البنوته ربنا يرحمها يا رب، اللي هي اسمها آية، اللي جوزها رماها او حدفها من الشباك، ربنا ينتقم منه ومن امثاله ان شاء الله. فانا اتعلمت حاجه من رحلتي لسيوه ومن البنوته دي، انه انت مستحيل مستحيل عقلك البشري يعرفك الانسان بيمر بايه. يعني البنوته دي لو تشوفوا الاكونت بتاعها، والاكونت بتاعها على انستجرام كانت بترسم لوحات وكده، قد ايه مبدعه وقد ايه جميله ومبهجه، مبهجه جدا. يعني انا كنت اتمنى ان انا اشوف الاكونت بتاعها وهي لسه موجوده علشان اقول لها اي كومنت كويس. قد ايه مبهجه، قد ايه جميله. مستحيل حد يشوفها ويعرف ان هي عايشه الحياه البائسه اللي هي كانت عايشاها، مستحيل حد يتوقع ان هي بتاعتها. مستحيل يا جماعه تفهموا وتعرفوا كل بني ادم بيعاني من ايه. لما رحت سيوه للاسف جالي التهاب فيروسي في الشعب الهوائيه، وغير كمان ان انا اصلا برجع كتير جدا الفتره دي، فلسه ان شاء الله هكشف، بس انا ما كنتش قادره طبعا انزل اكشف من الالتهاب الفيروسي اللي كان عندي. فانا وانا في سيوه اول يوم تعبت قوي قوي، هو تقريبا ارتجاع مريء او حاجه زي كده. فانا اول يوم في سيوه اكلت، ولما روحت على طول قمت رجعت، وجسمي بقى كان بيتنفض جدا جدا، لدرجه ان انا كلمت دكتور صاحبي قال لي انا اول مره اسمع صوتك عامل كده. وتاني يوم الصبح هو بيطمن عليا قال لي ارجوكي ما تنزليش صور تاني للرحله غير لما ترجعي علشان اهلك يلحقوكي. بجد يا جماعه انا كنت تعبانه تعب مش طبيعي. تاني يوم الرحله برضو تعبت قوي قوي، وجالي برد بقى في عظمي بشكل مش طبيعي. والله والله مهما اوصف لكم وجع العظم اللي كنت فيه، كنت ماشيه بمسكنات حرفيا. فلما رجعت من الرحله بحكي على الرحله وكده لاصحابي وبتاع، ففي حد قال لي ما كانش باين يعني انت تعبانه خالص، امال الصور دي كلها بمناسبه ايه؟ حسيت انه والله يا جماعه ما حد بيكون فاهم الصوره اللي طالعه دي اصلا وراها ايه. انت ممكن تكوني بتموتي من الوجع حرفيا وماشيه بمسكنات، بس الناس شايفه ان انت ايه ده،
ايه الحياه المثاليه اللي انت عايشاها دي، ايه الرحله السعيده اللي انت فيها دي، وانت اصلا يعني بتعدي يومك بمسكنات حرفيا. محدش يحكم خالص على حياه اي بني ادم، والله والله مهما شفت. انا مش بقول على نفسي بقى دلوقتي، انا بقول على اي بني ادم انت شايفه ان هو مبسوط في حياته. مستحيل مستحيل الكام ثانيه اللي على انستجرام او على فيسبوك او ايا كان يعرفوك البني ادم ده بيعاني من ايه في حياته اصلا. المقارنه اللي انت بتقارنيها وبتقارني حياتك بيها دي، انت ما تعرفيش هي قد ايه مقارنه فاشله تماما. بمناسبه بقى المقارنه، هنتنقل على رابع حاجه تقريبا، انه ما تقارنيش نفسك ابدا باي حد على اي مقياس من المقاييس. ليه بقى؟ لان دايما المقارنه دي بتطلعي نفسك او بتطلعي نفسك منها خسرانه، مش عشان انت وحشه، لا، علشان انت بتقارني النقط بتاعه ضعفك انت بنقط القوه في الشخص التاني. انت ما تعرفيش نقط الضعف عند الشخص التاني. يعني انت مثلا ممكن تكون شايفه بني ادم ناجح جدا جدا، بس هو فعليا نفسيته من جوه متدمره. انت هتقارني مثلا نجاحه ده بان انت لسه في فتره من فترات حياتك ما نجحتيش فيها، بس انت ما تعرفيش اصلا نقط الضعف في شخصيته ايه. ممكن يكون شخص مريض اكتئاب، ممكن يكون مدمن على فكره وانت ما تعرفيش. احنا يا جماعه عايشين في عالم اقسم بالله ما حد يعرف حاجه عن حد. انا في ناس قربت منها الفتره الاخيره انا كنت مش مصدقه ان الناس دي اصلا عايشه العيشه دي. فانتم حرفيا والله والله ما حد يعرف حاجه عن حد، خصوصا بقى لو انت بتشوفيه على السوشيال ميديا، انت فعلا ما تعرفيش حاجه عنه اصلا مهما كان نوع الكونتنت اللي بيقدمه لك. مش انا دايما بقدم لكم كونتنت عن السكين كير؟ لو مثلا حد اول مره يشوفني، اولا بنعمل لايك وسبسكرايب للقناه، اعملوا لايك عشان ما تنسوش. الكونتنت اللي انا دايما طول الوقت بقدمه هو السكين كير والهير كير. عايزه اقول لكم الفتره الاخيره دي من حياتي والله والله ما كنت قادره حتى اعمل سكين كير. انا حاسه ان انا بشرتي بقت جافه جفاف مش طبيعي من كتر ما انا ما بقتش مهتمه بيها خالص، علشان انا ما كنتش مبسوطه، ما كنتش مرتاحه، وكنت اغلب الوقت اصلا باعيه وبتعب وكده. انتوا ما تعرفوش حاجه عن حياه حد، فبالتالي ما تقارنيش نفسك بحد، لانك فعلا هتطلعي خسرانه من المقارنه، مش عشان انت وحشه، بس علشان انت ما تعرفيش نقط الضعف في حياه البني ادم اللي قدامك او اللي بتقارني نفسك بيه. وخامس درس اتعلمته في حياتي الفتره الاخيره، انه لما تستعملي كل المتاح قدامك وتشتغلي على نفسك بكل الامكانيات الموجوده في حياتك. نفسك مثلا تعملي كونتنت على السوشيال ميديا، بس مش عندك كاميرا، بس اكيد عندك موبايل، بس عندك موبايل الكواليتي بتاعت الكاميرا بتاعته ضعيفه شويه، بس هتستعمليها عادي جدا جدا. ما عندكيش ترايبود، هتظبطي مثلا الموبايل على مكتب وتحطي وراه كتب، هتتصرفي، هتعملي كل حاجه ممكنه واحده في واحده. لما تستغلي كل المتاح هيتجلى في حياتك الغير متاح. بمعنى انت في الاول استغليتي كل حاجه متاحه قدامك، ما عندكيش كاميرا، لا قلت هستعمل موبايل حتى لو الكاميرا بتاعته يعني على قدها. ما عندكيش ترايبود، استعملتي المكتب والكتب. ما عندكيش اضاءه، حطيتي لمبه. هتلاقي نفسك مع الوقت قدرتي تشتري موبايل كواليتي احسن، هتلاقي نفسك قدرتي تشتري ترايبود، هتلاقي نفسك قدرتي تشتري اضاءه. لكن لو كنتي ما بداتيش اصلا بالمتاح، عمرك ما هتعرفي تجيبي الغير متاح بالنسبه لك. فده قانون الحياه عموما، استغلي كل المتاح عشان يتجلى في حياتك الغير متاح. واخر حاجه وسادس حاجه جت في بالي لما بنت سالتني على انستجرام. بالمناسبه بسيب لينك انستجرام او اليوزر نيم بسيبه على السكرين او في اول كومنت مثبت تحت الفيديو. المهم في بنت سالتني لو رجعتي بحياتك لزمان ايه الحاجات اللي انت ممكن تلغيها من حياتك. ان الاجابه بتاعتي كانت انه ولا شيء، لانه اوعي ابدا ابدا تفتكري ان انت بتنضجي وبتتعلمي من المواقف السهله والبسيطه والمفرحه اللي عدت عليكي. الكاميرا فصلت فانا سبتها تشحن شويه، فعشان لو حسيتوا ان في اختلاف مثلا ما بين الجزء ده والجزء ده، انا كمان خلاص تقريبا فصلت، انا كمان عايزه انام. المهم يا بنات كنت بقول لكم ان احنا بننضج مش من خلال الخبرات السعيده والذكريات السعيده، لا احنا بننضج من خلال التجارب السيئه فعلا. بس اهم حاجه علشان فعلا تستفيدي من التجربه السيئه او تستفيدي انه في حد مثلا شخصيه سيئه مرت في حياتك، انك تحاولي تفهمي التجربه دي علمتك ايه، حاولي تفهميها، حاولي تدرسيها. يعني مثلا مرت عليكي في طريق حياتك واحده صاحبه كانت كذابه او غداره او خاينه ايا كان، انت بتاخدي بالك قد ايه الصفات دي صفات سيئه، فبتتعلمي ان انت ما يبقاش فيك الصفات دي، بتعلمي ان انت تنقي نفسك ان انت ما تبقيش كده، ما تبقيش شبهها. فاحنا بنشوف او بنمر بشخصيات سيئه في حياتنا علشان احنا نتعلم نكون ناس نظيفه، نتعلم ان احنا نكون ناس نقيه، نتعلم ان احنا ما نبقاش شبههم. بنشوف قد ايه الصفه دي مؤذيه وبتوجع ووحشه، لا انا ما اقبلش على نفسي ان حد يشوفني ان انا كذابه او غداره او خاينه. فبالتالي لما بنمر بالشخصيات دي بنتعلم ان احنا ما نبقاش كده وما نبقاش شبههم. لو انت مثلا مريتي بتجربه ارتباط وما كانتش ناجحه، فانت بتتعلمي منها ايه الحاجات اللي بتحبيها والحاجات اللي ما بتحبهاش، وخصوصا بتتعلمي اكتر ايه الحاجات اللي انت ما بتحبهاش. ما بتحبيش الراجل الكذاب، ما بتحبيش الراجل البخيل، ما بتحبيش ابن امه،
امه عينيه زايغه شويه، رغم ان دي حاجه صعبه انك تلاقي عكسها. فاحنا اللي بيعلمنا وبيأثر فينا وبيعلمنا ان احنا ننضج ونتطور فكريا هي التجارب السيئه. فانا بصراحه ما اتمناش ابدا ابدا اغير اي حاجه مريت بيها، لان كل درس اتعلمته في حياتي هو اللي خلاني الشخصيه دي دلوقتي، هو اللي علمني ازاي اكون بحب ايه وما بحبش ايه، والمفروض اكون شخصيه عامله ازاي. فكل الحاجات دي انا مش ندمانه ولا زعلانه ان انا مريت بيها، وكمان خلاني شخصيه اقوى نوعا ما. يعني مثلا زي ما قلت لكم في الاول، انه لما دلوقتي حد بيقول لي حاجه بشوف الشخص اللي بيقولها لي ده هو اصلا اهل ان هو يذم فيا. هو مثلا الكلمه اللي هو قالها لي دي هل هي فيا؟ يعني مش اي كلمه بقى تضايقني، سواء الكلمه منطبقه عليا او مش منطبقه عليا تضايقني، لا طبعا مش منطق. ما تزعلوش ابدا ابدا من اي تجربه سيئه، مش ما تزعلوش، كلنا بنزعل وكلنا بنتاثر وبنتضايق، بس حاولوا تحبوا التجارب السيئه وتقدروها، لان هي اللي فعلا بتعلمنا. بس كده يا بناتي، رب تكونوا استفدتوا. ان شاء الله نتقابل مع بعض في فيديو تاني قريب. شكرا لكم، مع السلامه.